اولا هي كلمه ان انا وزني 50 دي ما اقدرش احكم بيها اذا كنت بعاني من النحافه ولا لا. انا لازم اعرف الداتا كامله بتاعتي. اولا لازم اعرف الطول واحسب منه هل الوزن ده فعلا مناسب ليا ولا مش مناسب، على حسب الطول وعلى حسب السن والوزن. لو ثبت فعلا ان انا عندي نحافه، يبقى انا اول خطوه بعمل شويه تحاليل بتاكد منها ان كل الغدد في جسمي شغاله كويس. بمعنى زياده هرمون الغده الدرقيه ده بيعلي الحرق جدا فبيسبب النحافه. بعض الامراض بتسبب النحافه زي السكر ونقص هرمون النمو وما الى ذلك. لو انا اتاكدت ان كل ده سليم وكل ده كويس ومفيش فيه اي مشكله، ساعتها بحتاج ان انا بعمل بعض النقط اللي بتساعدني ان انا ازود وزني. اول حاجه بعمل نظام غذائي او باكل بكميات اعلى من اللي انا متعود اكلها. بشوف انا باكل قد ايه. انا كدكتور بقعد معاكي وبشوفي بتاكلي ايه خلال اليوم او اكلك في العادي قد ايه، وابتدي ازود لك عليه بس زيادات صحيه تسبب ان زياده الوزن ما تكونش دهون، لا تكون حاجات يبقى شكل الجسم صحي مش مجرد ان انا بملى دهون وخلاص. وكذلك بشجعك على ممارسه الرياضه اللي هتساعدني في ان وزني يزيد او يبقى شكل جسمي كويس لما ازيد في الوزن.